Rafinha! E tem o Rafinha, e pode ser a bola da vitória, dominou, limpou, bateu, gol! لاعب جماهيره كرهاه ونفسها يخرج من الفريق. اتهامات بتزوير الجنسية وان ده لا يمكن يكون برازيلي ابدا، ده اكيد هندي. لا مهارة ولا سرعة ولا جودة ولا اي حاجة عشان يبدأ الموسم وكل ده يكون في الماضي، ويتحول اللاعب ده من مكروه الجماهير الاول الى معشوقها الاول. ومش بس كده، صدق او لا تصدق، رافينيا بقى مرشح اول للفوز بالكرة الذهبية حاليا. طب ازاي تطور كده؟ وليه مستواه وصل للمرحلة دي بسرعة؟ وليه رافينيا ممكن ياخد الكرة الذهبية؟ اقول لك الله ينور عليك، وهي دي الاسئلة التمام. اعمل لايك وسبسكرايب وتعالى يلا عشان اقول لك. اول حاجة، تغيير المركز. رافينيا عاش عمره كله كجناح يمين، يلعب على الطرف ويقطم لجوه ويرزع في المقص. في اواخر الموسم اللي فات تشافي قرر يلاعب يمين يمال على اليمين ويودي رافينيا ناحية الشمال، ويسيب الطرف ويخش للعمق كمهاجم تاني. وفعلا الواد بدأ يبين كرامة، وبدأت تظهر قدراته الفنية على أرض الملعب، بيقدم مستوى بدني وتكتيكي عالي جدا يعوض بيه أي نواقص فنية عنده، لحد ما جه هانز فليك عشان يزود له حتة كمان ما كانتش عنده، وهي الانضباط. رافينيا عكس اي لاعب برازيلي ممكن تكون شفته قبل كده. لعيبه البرازيل كلهم لعيبه بتاعت سهر وبيكرهوا التدريبات وبيحبوا يدلعوا نفسهم، عشان كده 99% منهم البدني بتاعهم واقع. لكن رافينيا بقى كيفه التدريب ومميز في الاحمال البدنيه، وملهوش فضايح ولا كل شويه يصاحب واحده شكل. واهم حاجه انه منضبط، يعني يدافع ويهاجم وبيشارك في الضغط ويجري لاخر الملعب ورا الكوره. عشان كده ملهوش كمان مشاكل مع المدربين، كلهم بيحبوه. هانز فليك. مع وصول هانز فليك كان في قرار في إدارة برشلونة بطرح رافينيا للبيع، وفعلا جت عروض ليه، لكن المدرب الألماني بعد أول تمرينة رفض التفريط في اللاعب تماما، وقال للإدارة إن رافينيا أساس مشروعه مع برشلونة. طب شاف إيه في أول تدريبة خلاه يقول كده؟ فليك عارف هو هيلعب إزاي. لعيب زي ليفاندوسكي ضعيف جدا في المساندة الدفاعية، فلازم له لاعب يكون عنده مخزون بدني خارق، وفي نفس الوقت وجود رافينيا على الشمال بيسمح له إنه يخش للعمق ويستلم الكورة في أماكن سامحة للتسديد بشكل مباشر. أهم بقى من كل ده إن تكتيك فليك بيخلي رافينيا مهاجم صريح في أوقات كتير، يعني بيخليه يخترق في المسافة ما بين المدافع والباك وبيبقى قريب من المرمى. وجود لعيب على الناحية التانية زي يامال يقدر يوصلك للمرمى بسهولة، أو يستلم منه كرة عكسية يقدر يمسك الخط ويعمل عرضية يصنع بيها جول. يعني من الآخر تشافي في أواخر أيامه وبداية فليك شافوا رافينيا بعين تانية خالص، وبنوا طريقة لعب تخلي قدراته تبان اكتر في الملعب. يعني هو مش لعيب مهاري زي ما احنا عارفين عن لعيبة الصمبا، ليه حطه على اليمين في موقف لازم يعدي واحد على واحد، في حين انك ممكن تحطه في مكان تستغل فيه قدراته صح. بس السؤال برضك، هل القدرات دي تخلي رافينيا يفوز بالكرة الذهبية؟ الحقيقة انه يا اسطى، ويستحق قوي كمان. بس ازاي ده؟ انا اقول لك، الارقام. الكوره بقت لغه ارقام ولا ايه يا صاحبي؟ طب وارقام رافينيا بقى اخبارها ايه؟ بص يا سيدي، رافينيا لعب 41 مباراة، سجل منهم 27 وصنع 19 تانيين، يعني 46 مساهمة في 41 مباراة. ولسه في الموسم شوية حلوين اهو، يعني ممكن يعمل رقم قياسي ما حصلش من ايام ميسي. لا بس مش للدرجات دي يا عم، ميسي ايه؟ لكن الارقام دي تخليه افضل جناح في العالم في الوقت الحالي بعد محمد صلاح طبعا، ودبل ارقام. المنافسة. محمد صلاح لعب 42 مباراة مع ليفربول، سجل 32 هدف وصنع 22، يعني 54 مساهمة تهديفية، يعني معدي رافينيا وشاطح كمان. لكن اللي حصل في ماتش باريس غير كل حاجة. صلاح قدم اداء سيء جدا في الذهاب وفي العودة، وختمها بخسارة كاس الاتحاد الانجليزي قدام نيوكاسل. طب هتقول لي وايه المشكلة يعني؟ هقول لك لا يا اسطى، ده في مشكلة كبيرة. هو ليفربول هيفوز بالدوري بنسبة كبيرة، لكن في النهاية عمل ايه في دوري الابطال؟ والنقطة دي تخلي رافينيا يفرق عن صلاح، ده لان رافينيا قريب جدا من صلاح في الارقام، وفي نفس الوقت هيوصل لنقطة ابعد من صلاح في الابطال، عشان طريق برشلونة سالك لنص النهائي من غير مقاطعة يعني. والله العظيم انا ما برشلوني، ولكن لو سبتك من رافينيا وصلاح مش هتلاقي حد ينافس معاهم على الساحة الا مين؟ عثمان ديمبلي. ولكن صعب جدا لان الراجل بيلعب في دوري فرنسي برضك، يعني انت فاهم الدنيا. ايه البطولات؟ لو بصينا بقى على بطولات رافا، برشلونة خد السوبر تمام، ووصل نص نهائي الكاس، عظمة جدا، وماشي بشكل حلو في الابطال ومتصدر الدوري.
فل الفل. يعني لو برشلونة اخدت الدوري وقدرت تعمل حاجة في الكاس ووصلت نهائي الابطال او حتى نص النهائي، هتكون اسهم رافا في السماء وليها تأثير مباشر في فوز رافينيا بالبالون دور. رافينيا لاعب صبور جدا وقدر يحول محنته في برشلونة لمنحة كبيرة، وجه عنده حلم انه يلعب في فريق طفولته ويبقى واحد من نجومه، عشان يفشل يقدم اي حاجة ويبقى مادة سخرية للجماهير ويطالبوا كمان برحيله عن الفريق. لكن قرر ينتصر على كل ده. يمكن ساعده التزامه ويمكن ساعده اصراره كمان، واكيد ساعده مدربه اللي قرر يديله وجبات تظهر قدراته وتخليه من اهم لاعبي برشلونة، عشان يقدر يحول اسمه من لاعب مكروه للاعب معشوق الجماهير. يمكن اشهر لاعب في برشلونة هو لامين يامال، واكبر اسم هو ليفاندوسكي، ويمكن كمان اعلى راتب هو ديونج، لكن انا اقول لك ان اهم لاعب في برشلونة هو رافينيا. تقدر تنكر كده؟ فتفتكر بعد كل اللي قلته لك ده رافينيا فعلا يستحق البالون دور السنه دي، ولا انت شايف ان محمد صلاح لسه قدامه فرصه ياخدها؟ مستنيك تكتب لي رايك في الكومنتات عشان رايك يهمني، ومستنيك كمان تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان توصلك الحلقات الجديده قبل اي حد. كان معكم اخوكم مروان ميزة، وسلام.